السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناه سعيده ايطاليان. نتمنى يا ربي الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نقصص معكم وصفه ديال لي كريب كيجيو خفاف بزاف بكميه وفيره مع مقادير مضبوطه. وصفه ناجحه غتنفعكم ان شاء الله رمضان. تقدروا تعمروها بحشوه مالحه او حلوه اللي حبيتو. مهم هي لا باز ديال هاد لي كريب اللي كيجيو روعه بزاف وخفافين. فغادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. شجعوني باللايكات ديالكم والاشتراك في القناه باش ان شاء الله توصلوا بجديد وصفات. نخليكم مع الوصفه. غادي نحتاج هنايا عندي 2 بيضات متوسطين، عندي 500 ملل ديال الحليب، 225 ديال الدقيق الفرص، معلقه كبيره السكر ومعلقه صغيره ديال الملح. غندوزو دابا لطريقه التحضير. بسم الله. غندير البيض، غنضيف المعلقه ديال السكر، قبيصه تاع الملح، ماشي قبيصه، المهم معلقه، راس معلقه صغيره. بسم الله. الحليب، نخلط المكونات. وغادي نغربل الدقيق وغنضيفو الخليط. ونخلط. ونغربل ثاني دقيق، 225 غرام ديال الدقيق بالضبط. ضروري نغربلو باش ما يسكنوش ليا حبيبات اولا تكتلات. شوفوا بلا ما يكسر حيت غربلناه مزيان. عندنا واحد القوام زوين و كما كتشوف ملس. نوريكم القوام ديالو كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. باش نتاكدوا ما كاين لا تكتلات لا والو، تقدروا تطحنوه في هذه اللحظه اولا تقدروا غير تصفيوه. انا غادي نصفيه. بسم الله. هذه الطريقه الكلاسيكيه ديال لي كرابيه هذه. سبق لي حضرت معكم طريقه اخرى، نخلي لكم الرابط لتحت. شوفوا كاع دوك التكتلات اللي بقاو حنا دابا صفيناهم. كيجينا هكا خليط كيف ما كتشوفوا صافي ملس فيه لا تكتلات لا والو. دابا غادي ندخلو الثلاجه يرتاح لمده ديال واحد 10 دقائق تقريبا. دابا ندخل الثلاجه يرتاح. وهنايا عندي مقله. مهم خذوا مقله اللي ما كتلصقش، دهنوها بشويه تاع الزبده اولا غير الزيت. هنايا خرجته من الثلاجه كيولي على هذا الشكل ثقال شويه. بسم الله. كنكب
وكنوزع على هذا الشكل، كندور المقيله على هذه الطريقه. كيف ما شفتوا تبدل اللون، وهنايا من الجناب حمار. غادي نقلبها كتجي تبركله خفيفه خفيفه، ونخليها تحمر من الجهه الاخرى. صافي كنحطها هكا في واحد المنديل وكنستمر نطيبهم. غادي نوريكم اكثر من وحده باش تشوفوا راهم كاملين تبارك الله كينجحوا، كيجيو خفافين وسهلين التحضير ومع مقادير مضبوطه. وبالنسبه للحشوه هادو كيتمشاو مع الحشوه المالحه اولا الحلوه اللي بغيتو. المهم في هذا الفيديو هي هاد لا باز ديال لي كريب. الطريقه ديال الطياب كتكون العافيه متوسطه. المهم ملي كناخذوا دائما واحد المقله ما كتكونش كتلصق، كندهنوها بالزيت او الزبده، كنوزعوا الخليط ديالنا مزيان في المقله. ملي كتبدا كتحمر والقنيتات كيبداو كيجمعوا راسهم، صافي كندوروها وكنحمروها من الجهه الاخرى. كنحاول نضغط عليها باش كتاخذ هكا اللوين، وكنستمر عليهم بنفس الطريقه. راه غادي نخلي لكم اكثر من وحده باش تشوفوا معايا راهم كينجحوا كاملين تبارك الله وكيجيو خفافين. وملي كطيب كل وحده كنهزها وكنديرها في منديل وكنغطي عليها. صافي نكمل على نفس الطريقه. بسم الله. اهم حاجه ملي هكا كتكبوهم في المقله كتوزعوهم مزيان، غتستناو عليهم واحد شويه حتى كيتحمروا من التحت، عاد دوروهم باش هكا كدوروهم كيتحمروا من الجهه الاخرى. هكا كيفاش كيكونوا يلا كبيتوهم كياخذ واحد اللون متوحد، يعني الا خليتوهم واحد شويه كياخذ واحد اللون متوحد. عاد كتدوروهم كيف ما كتشوفوا معايا كيكونوا هاد الفقاعات باش تعرفوا ان الخليط راه ناجح. صافي ملي كيبداو كيهزوا كيتهز بوحديتهم من القناه كيف ما كتشوفوا، صافي كندورهم. وكنبقى هكا كنبرك عليهم شويه باش كياخذوا لي غير اللوين. راهم ما كيتحمروش كاملين، هكا كيكونوا كيف معروفين لي كريب، راه هكا كيكونوا غير هو كنضغط عليهم باش كياخذوا لي واحد اللوين. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكملهم كاملين. نتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، تشجيعاتكم وكومونتيرات ديالكم، وشاركوا الفيديو مع احباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. صافي كنستمر عليهم بنفس الطريقه كيف ما قلت لكم. مهم المقيله تكون ما كتلصقش، وتكونوا دهنوا هكا بالزيت اولا الزبده. حمروهم خليهم يتحمروا حتى كيبانوا القنيصات كيطلعوا من الفوق. صافي دوروهم وحمروهم من الجهه الاخرى. هذه هي الوصفه ديالي، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. بالنسبه للحشوه نتوما كديروا الحشوه اللي بغيتو، غير هاد لاباز راها رائعه، كيجيو خفافين خفافين صراحه كيذوبوا في الفم. شوفوا معايا كيف كيجيو، كتخرج لنا واحد الكميه وفيره، كيجيو خفافين الصراحه وفي العضه كيجيو كيذوبوا في الفم. الحشوه كتبقى اختياريه، كيتمشاو مع الملح ومع الحلو. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، شجعوني باللايكات ديالكم، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم واشتراك في القناه الا كنتو اول مره كتزوروا القناه. خليت لكم راحه الى فيديو جديد ان شاء الله، في امان الله وحفظه. بسلام عليكم.